حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال، طبعا ما زلنا يا أخواني في باب حسن الخلق. قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. متفق عليه. البارحة طبعا تكلمنا عن جانب مهم من جوانب حسن الخلق التي يحتاجها المسلم في حياته وفي معاشه. عبد الله بن عمرو بن العاص يخبر أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولم يكن متفحشا صلى الله عليه وسلم. والفحش هو ما بلغ النهاية أو المنتهى في القبح، ما بلغ المنتهى في القبح. وتارة يكون الفحش بالكلام، وتارة يكون الفحش بالأفعال. بعض الناس يعتقد أن الفحش مجرد كلام، لا، ذلك يعرف ما يعرف. من يرتكب الزنا أو من يقع باللواط هذا يقع بفاحشة. فالفحش يتناول هذين الجانبين، أقوال وأفعال، أقوال وأفعال. والفحش هو البذاءة في الكلام، الكلام البذيء، الكلام السيء، يتناول جوانب كثيرة يا أخواني، من السب والشتم والطعن ويعني ما شابه ذلك. طبعا المسلم الحصيف الأريب ينأى بنفسه عن هذا الخلق الذميم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلق يا أخواني كان هذا طبعا عدم الفحش فيه، سواء طبعا الفحش الطبعي أو الكسبي، هذا متأصل في نبينا صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم يا أخواني بارك الله فيكم جميعا كان بطبعه هكذا جبله الله عز وجل، وفطره الله على عدم الفحش في الكلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر عبد الله بن عمرو بن العاص ما كان فاحشا أبدا، ما كان النبي يعرف الفحش أبدا صلى الله عليه وسلم، ولا متفحشا، ما كان يكسب. طبعا كما تعلمون الأخلاق كما يقول ابن القيم وغيره من العلماء نوعين، الأخلاق نوعان، هناك أخلاق فطرية متأصلة فيك، هي عبارة عن طباع متأصلة فيك، وهناك أخلاق مكتسبة، يعني أنت بعض الأخلاق تكتسبها من المحيط، من المجتمع، من البيئة المحيطة بك. وكثير يا أخوان، وهذا الأمر مهم، كثير ممن عرفنا عندهم الالتزام لما خالطوا تلك البيئات السيئة، انظروا إلى أحوالهم. يعني اللي كان ما يعني يلفظ بحرف فيه فحش، لا أقول بكلمة فيها فحش، بحرف فيه فحش، يعني أصبح مع الأيام، لأنه كثرة المساس تفقد الإحساس مع الأيام أصبح يعني يتفنن ويتكلم بالكلام الفاحش والبذيء. فلذلك حذاري ثم حذاري أن يكتسب المسلم من غيره أخلاقا سيئة رذيلة. طيب الآن المجتمع الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هل كان مجتمعا صافيا نقيا؟ لا، أكيد المجتمع الجاهلي فيه ما فيه من الشركيات والفواحش المنتشرة في ذلك المجتمع. مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك المجتمع كان مؤثرا لا متأثرا، كان يؤثر في ذلك المجتمع بأخلاقه وسجاياه وطباعه الخيرة والنبيلة، لا يتأثر بأخلاق الجاهلية. لذلك كان يحترم وكان يقدر وكان يعرف بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. فإذا يا أخوة في هذا الشطر الأول لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا
ولا متفحشا. طبعا الأخلاق كما قلنا فطرية، أحيانا تكون فطرية فيك، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لزعيم وفد عبد قيس، أشج عبد قيس، لما قال له إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأنات. قال يا رسول الله يعني أتخلقت بهما أم أن الله جبلني عليهما؟ قال بل جبلك الله على هذين الخلقين. فقال ذلك الرجل الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. لاحظ حتى الحديث اللي مر معانا، حديث النعمان بن سمعان في الدرس الماضي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه لما قال والإثم ما حاك في نفسك. إذا بعض الأخلاق فيها تكون منبعثة من داخلك، من غرائزك، من طبائعك موجودة، وبعض الأخلاق كما ذكرنا لكم تكون مكتسبة من المجتمع. طبعا الآن السؤال الذي يفرض نفسه يا أخواني حتى يكون للكلام فائدة، يعني قد يسأل السائل نفسه هذا السؤال: كيف يعني أحسن أخلاقي؟ أنا عندي بعض الطباع سيئة أريد أن أحسن، وأنا أعرف كثير من الناس طبعا في لحظات الغضب والتهور والطيش قد تصدر منهم كلمات نابية، كلمات فيها من السوء ما فيها، لكن يريد أن يعالج نفسه. كيف تحسن أخلاقك؟ أولا وقبل كل شيء لا بد من الإخلاص، لا بد أن تصدق النية مع الله تبارك وتعالى، لا بد أن تخلص النية، لأن من صدق الله صدقه الله يا أخوان. هذه بالدرجة الأولى. ثم يأتي بعد ذلك التمرن والتدرب. التدرب يعني الآن على سبيل المثال شخص من الناس عنده خلق ذميم، الكذب، أينما ذهب يكذب، إن جلس يكذب، إن قام يكذب، إن إلى آخره. يريد أن يخلص نفسه من هذه العادة القبيحة ومن هذا الخلق الذميم. يسجل عنده، حتى لو سجل عنده طبعا في بطاقة أو على الهاتف أو في سطح المكتب إذا كان عنده لابتوب أو إلى آخره، يسجل كل كذبة يكذبها يسجلها ويدونها عنده، ثم في نهاية النهار يحاسب نفسه. يعني أنا في الموقف الفلاني مثلا لماذا كذبت؟ لماذا؟ ما الذي جعلني ألجأ إلى الكذب؟ هذا تدريب عملي يا أخواني. وعلماء النفس يقولون، وهذا طبعا عن تجربة، يقولون بعد 21 يوم يعني 3 أسابيع كثير من العادات تتغير، كثير من العادات تتغير، لكن لا بد أن تجاهد نفسك، لا بد أن تجاهد نفسك. القضية تحتاج إلى صبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على ما أقول، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل والشاهد منه قال: ومن يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وقال: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. أحيانا بدك تجاهد نفسك وتصبر وتصابر على أن تغير كثيرا من طباعك. والذي يقول يا أخوان الطباع لا تتغير، وهذا الكلام ذكرناه من قبل، هذا خطأ. الطباع تتغير، والدين إن لم يغير فيك أشياء كثيرة فاعد إلى نفسك. الدين ينبغي أن يغير فيك كثيرا من الطباع السيئة، كثيرا من الطباع السيئة. يعني وأقرب مثال على ذلك الصحابة كيف كان شأنهم قبل الإسلام وكيف كان حالهم بعد الإسلام. ألم يتغيروا؟ ألم يغيروا كثيرا من طباعهم رضوان الله عليهم أجمعين؟ فإذا الطباع هذه مع الأيام تتغير، لكن لابد من الإخلاص، لابد من التدرب، لابد من الدعاء يا أخواني. ركز على هذا الجانب. طبعا أسباب كثيرة، أشياء كثيرة تجعلك تحسن من أخلاقك. الدعاء، احرص على أن تدعو الله عز وجل. يعني مثلا عندك خلق ذميم، ادعو الله عز وجل دائما وأبدا أن يصرف الله عنك هذا الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي إليها إلا أنت، واصرف عني سيئها فإنه لا يصرف عني سيئها إلا أنت. وكان يقول: اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي. طبعا دون النظر إلى المرآة، لأن الأثر اللي جاء في نظر المرآة ضعيف، لكن الأثر هذا صحيح، فيه حسنه بعض أهل العلم أنك تقول بهذا: اللهم كما حسنت خلقي، شكلي الظاهري، فحسن خلقي. الجأ إلى الله عز وجل
بالدعاء وغير ذلك. وأسباب كثيرة يا إخواني من الرفقة الصالحة، وأشياء كثيرة تجعلك مع الأيام تتغير، مع الأيام تتغير. طيب، الله عز وجل كما قلنا لكم جبل النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء على الخصال الحميدة، كل ذلك من أجل أن يكونوا قريبين من الناس. وكذلك ينبغي على الداعية أن يكون الداعية الذي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي عليه أن يتخلق بأخلاق الأنبياء حتى يكون قريبا من الناس، قريبا من الناس. إن لم تكن أيها الداعية وأيها الواعظ وأيها المتكلم وأيها الخطيب يعني حسن الأخلاق لن تكون قريبا من الناس، لن تكون قريبا من الناس. ونبينا هو خير من دعا إلى الله عز وجل. الله عز وجل ماذا قال في حقه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لذلك سبب قرب الناس من النبي صلى الله عليه وسلم أخلاقه الحسنة صلى الله عليه وسلم. أيضا يا أخواني كما قلنا لكم ركزوا على هذا الجانب، ينبغي على الداعية أن يكون مؤثرا لا متأثرا. هذا الأصل أنك أنت في أي مجتمع، يعني مثلا أنت طالب علم، الأصل أنك في أهلك وبيتك وأسرتك أنت تغير، أنت الذي تغير وأنت الذي تؤثر في الآخرين، مو الآخرين هم يأثروا فيك. يعني تجي تسمع موسيقى أغاني تطنش من هنا، ما ينبغي هذا، ما ينبغي عليك أن تؤثر وأن تغير. إذا في طبع عند زوجتك، عند أبنائك، عند إخوتك وأخواتك أشياء قبيحة، ينبغي عليك أن تعدل هذه الطباع وهذا طبعا وهذا السلوك السيء. والأصل في المسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ثم إننا نلاحظ يا أخواني الربط مهم جدا جدا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الصحابة بالقدوة. لما كان ابتداء، لاحظ على الارتباط بين هذا الحديث والشطر الثاني، لما كان ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا، يعني ما كان يعرف الكلام السيء ولا ينقل الكلام السيء، يعني ما يقول عن زيد انه قال كذا وكذا الكلام الفاحش والبذيء. لما كان ذلك كذلك انظر ماذا قال بعدها، قال إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. الخيرية تثبت بالشرع. إذا أردت أن تعرف الخيرية عند أي عبد كيف تثبت الخيرية؟ من خلال الشرع. إذن الشرع والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت الخيرية عند من؟ عند صاحب الخلق الحسن. هذا إنسان خير، هذا إنسان طيب، هذا إنسان يرتجى النفع منه ويرتجى الخير منه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. طيب، الحديث الذي يليه عن أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. البذيء هو الذي يتكلم بالفحش ورديء الكلام. نعم. عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء. وهذا الحديث مهم للغاية يا إخواني، وترتيب الإمام النووي رحمة الله عليه ترتيب بديع في هذه الأحاديث. قال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. إخواني بارك الله فيكم، طبعا الفائدة التي نقف عليها، الفائدة الأولى من هذا الحديث الاهتمام بتحسين الأخلاق هو من صلب الدين وليس من الكماليات كما يظن البعض ويعتقد البعض. يعني بعض الناس وهؤلاء موجودون بكثرة يعتقد أن الدين مثلا صيام وصلاة وحج وزكاة وبس، دينه في المسجد فقط. لكن إن خارج هذا المصلى وخارج المسجد لا يعرف شيئا من الأخلاق، يعني يعتقد أن الأخلاق أمر ثانوي، أمر كمالي، وهذا خطأ يا أخواني. ذكرنا البارحة لكم الصلة الوثيقة بين الإيمان وبين الأخلاق. لا بد الإيمان الذي يقر في قلبك أن يترجم. كيف يترجم؟
من خلال أخلاقك. ألم يقل النبي والأحاديث كثيرة، شواهد كثيرة في السنة وآيات كثيرة في كتاب الله عز وجل تبرهن على ما أقول وتدلل على ما أقول. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؟ إذا من كان يؤمن، قضية إيمان، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ماذا؟ فليقل خيرا أو ليسكت. إذا قضية الأخلاق مرتبطة بالإيمان، فلا تظنن بأن الأخلاق أمر ثانوي في حياتك، بل هي لها صلة وثيقة. الذي يترجم عن مدى إيمانك وعن حجم إيمانك وعن أهمية الإيمان في قلبك هي الأخلاق. لا بد أن يترجم هذا الإيمان إلى أخلاق وسلوك، إلى أخلاق حسنة وسلوك حسن. فهذا الأمر بارك الله فيكم ينبغي أن ننتبه عليه. أيضا الفائدة الثانية: من فاقك في الخلق فاقك في الدين. وهذا كلام من؟ ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في مدارج السالكين. قال رحمه الله والكلام طويل، كلام رائع في غاية الروعة، أختصر الكلام فقال الدين كله خلق. الدين باختصار كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين، زاد عليك في الدين. يعني نحن لا نركز فقط على جانب الأخلاق يا أخواني، لا بد كما أعود وأذكر دائما، لا بد من العقيدة يعني الإيمان، ولا بد من العبادات، ولا بد من الأخلاق. هذه الأشياء الثلاثة الترابط بينها وثيق جدا، لأن كل منها يترجم عن الآخر، وكل منها هو أصل للآخر، أصل للآخر. طيب، هذا الحديث أيضا يثبت صفة البغض لله عز وجل كما يليق بجلاله وكماله. الله عز وجل يكره ويبغض من؟ الذي يعرف بالفحش، يعني السيء. لا تفكر هذا الناس يعني بالمناسبة الذي يفحش في الكلام، يعني يسب ويشتم ويلعن إلى آخره. طبعا هذا لا تظنن بأنه محبوب، لا لا لا، بل إن الله يكرهه. هذا الشخص الذي طبعا يظن نفسه أنه عبقري زمانه، يعني تمام، لا بالعكس، الله يبغض هذا الإنسان والناس كذلك يبغضون هذا الإنسان. والناس، الدليل على أن الله يبغضه هذا الحديث، والدليل على أن الناس يبغضون الفاحش ذلك الرجل الذي استأذن كما جاء في حديث عائشة عند البخاري. استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال بئس أخو العشيرة، بئس أخو العشيرة، ثم أدخله بيته فهش له وبش، يعني تلقاه بوجه طليق وابتسامة، وهكذا كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لاطفه وكلمه. لما خرج قالت عائشة رأيتك يا رسول الله تقول فيه ما تقول، يعني قلت بئس أخو العشيرة. قال يا عائشة هل عهدتيني فاحشا أو متفحشا؟ يا عائشة إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من اتقاه الناس أو من تركه الناس اتقاء فحشه، في بعض الآثار اتقاء شره. فالناس يعني هذا الفاحش تجدون الناس يجتنبونه ويبتعدون عنه، يعني صليط اللسان يتكلم يسب ويشتم مباشرة، هذا الناس يبتعدون عنه ولا يخالطونه ولا يحبونه. طيب، أيضا في هذا الحديث بارك الله فيكم في إثبات صفة كما طبعا إثبات صفة الميزان، إثبات صفة الميزان. وهذا من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الميزان على خلاف عقائد المعتزلة وأفراخ المعتزلة. فالميزان ثابت، الميزان له كفتان، ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص وتوزن فيه الصحف، والأدلة على ذلك كثيرة من السنة. طيب، الحديث الذي يليه عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق، وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج. نعم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم. في هذا الحديث والحديث الذي يليه يا إخواني رواهما الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة،
ثم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار. وهذا إن دل على شيء ذكرنا البارحة فائدة يا إخواني. الصحابة كان شأنهم ماذا؟ كانوا حريصين كل الحرص عن السؤال عن ماذا؟ عما ينجيهم في الدنيا والآخرة. يسألون عن الخير حتى يفعلوه، ويسألون عن الشر حتى يجتنبوه. لذلك يقول أبو هريرة سئل النبي عن هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أهم الأسباب التي تدخل صاحبها الجنة: تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله وحسن الخلق. تقوى الله بارك الله فيكم هذا بين العبد وبين ربه، بين العبد وبين ربه. تقوى الله أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية من خلال يعني الامتثال بأوامر الله واجتناب نواهي الله تبارك وتعالى. وحسن الخلق هذا فيما بين العبد وبين الناس، ولا بد منهما. لذلك لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بواحدة منهما، بل قال لا بد منهما، حتى لا يأتينا يعني شخص ويقول مثلا بعض الناس موجودين، هؤلاء المرجئة مثلا، مرجئة ما أكثرهم في أزمنتنا وأمكنتنا، يقولون مثلا المهم القلب الصافي، المهم النية الصافية، المهم الخلق الحسن. يعني خلق حسن وما في صلاة، شو الفائدة؟ شو الفائدة يا إخواني؟ لا يستفيد. لا بد منهما معا، لا بد من تقوى الله عز وجل من خلال تحقيق الإيمان والعبادات وغير ذلك، ولا بد أيضا من الأخلاق الحسنة. ثم سئل النبي، وهذا إن دل على شيء يا إخواني يدل على الترابط الذي ذكرته، ترابط بين الإيمان وبين الأخلاق، بين الإيمان وبين الأخلاق. طيب، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث حذر من خطورة الفم والفرج يا أخواني، حذر من خطورة الفم والفرج. وحقيقة الآن لو نظرت نظرة هكذا أولية تلاحظ أن فتن الشبهات والشهوات مرجعها إلى الفم والفرج. كل الفتن بكل أنواعها شبهات وشهوات مرجعها ومآلها إلى أي منبعها إلى هذين العضوين الخطيرين الفم والفرج، الفم والفرج. فعلينا أن نحذر طبعا من زلات اللسان. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا، يعني فكرها سهلة بسيطة يهوي بها في جهنم 70 خريفا. والأمثلة على ذلك كثيرة، والحديث في بيان خطورة اللسان كثيرة. أما الفرج يعني الزنا أو اللواطة، حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الزنا واللواطة، بل إن النبي سد الباب الذي يوصلك إلى الفاحشة فمنع النظر. والآيات القرآنية والأحاديث كثيرة بهذا الجانب، ومنع الاختلاط بين الرجال والنساء، وكذلك منع المرأة من كشف وجهها حتى لا تكون فتنة، وكذلك منع المرأة من أن تلين كلامها حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض وغير ذلك. طيب، الحديث الذي يليه أكمل المؤمنين عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وهذا الذي أكدنا يا إخواني الصلة بين الإيمان وبين الأخلاق. والإيمان يزيد، هذه من عقيدة أهل السنة من عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فإذا أردت الإيمان كأن يزيد فحسن أخلاقك. لذلك قال النبي: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. ثم ذكر وركز على هذا الجانب. طيب، من هم أولى الناس بحسن الأخلاق وأن تحسن أخلاقك معهم؟ أهل بيتك، زوجتك وأبناؤك. وهذا ما ذكرناه في درس البارحة، لأنهم أحوج الناس منك إلى ابتسامة، إلى كلمة طيبة، إلى أشياء كثيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وكانت عائشة عندما تسأل ماذا كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يكون في مهنة أهله، يعني يساعد أهله، كان يخصف نعله ويرقع ثوبه ويحلب شاته صلى الله عليه وسلم. طيب، حديث عائشة قال: سمعت رسول الله. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم. نعم، عائشة رضي الله تعالى عنها تروي لنا حديثا قالت: سمعت رسول الله يقول: إن المؤمن ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. لا، الله أكبر،
مرتبة عالية. الأمر يحتاج منك أن تجاهد نفسك على أن تحسن أخلاقك حتى تكون منزلتك كمنزلة ذلك الرجل الذي يصوم فلا يفطر ويقوم فلا يفطر. لاحظ وجه الصلة بينهما، وجه الصلة والترابط بين يعني حسن الأخلاق وبين من يقوم ويصوم، كلاهما يحتاج إلى جهاد. كلاهما يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهاد. يعني تحسين أخلاقك مع الناس. طبعا الناس شوف المجتمع اللي حولك فيهم ما فيهم، وطباع الناس مختلفة، صح؟ فيهم طبعا السيء وفيهم الجيد، فيهم اللين وفيهم القاسي، وهؤلاء يحتاجون منك إلى صبر ومصابرة ومجاهدة حتى تتعامل معهم وتكمل حياتك معهم. فلذلك المسألة وكذلك الصيام يقوم على الصبر، وكذلك القيام في الليل يحتاج إلى صبر، وهذه صلة الربط بين حسن الأخلاق وبين الصائم وبين القائم. حديث أبي أمامة. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم بيت في روض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. حديث صحيح رواه أبو داود بإسناد صحيح. الزعيم الضامن. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الباهلي يقول: أنا زعيم، يعني كافل، أنا كفيل، أنا كفيل وأنا ضامن لمن ترك المراء وإن كان محقا، وإن كان محقا. المراء هو الجدال يا أخواني. طبعا نشرح الحديث ونكتفي إن شاء الله. المراء هو الجدال، وبعض الناس تجدهم سبحان الله يجادلون على أشياء تافهة حقيرة. كم من صديقين تخاصما من أجل جدال بيزنطي لا قيمة له ولا نفع له. يعني بعض الناس يتجادلون من أجل قضايا في بعض الدول الأخرى، بعض الناس يتجادلون من أجل أشياء تافهة. يعني ممكن يكون شخص مر يعني فيقول زيد لعمر اللي مر أحمد، يقول عمر لزيد اللي مر خالد، أحمد خالد، أحمد خالد، يتجادلان من أجل أشياء تافهة حقيرة. والجدال حقيقته يا إخواني نوعان: جدال محمود وجدال مذموم. هذا الجدال المذموم الذي لا يحقق غاية في حياتنا. أما الجدال المحمود فهو الجدال الذي يكون فيه إحقاق الحق. لما يكون جدالك من أجل إحقاق الحق ومن أجل تبيين شرع الله تبارك وتعالى، هنا الجدال المحمود، لأن الله عز وجل قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. لكن مع ذلك الجدال والدفاع عن الدين إن كان يعني يؤدي إلى مفسدة كبرى فدع ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم تكفل لك أيها المجادل، وإن كنت على حق وإن كنت مصيبا في جدالك اترك الجدال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يضمن لك ويكفل لك. وهل بعد ضمان النبي صلى الله عليه وسلم ضمان يا إخواني؟ وهل بعد كفالة النبي صلى الله عليه وسلم كفالة؟ طيب، لعلنا إن شاء الله نكمل غدا إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.